مساء الخير عليكم يا حبايب قلبي. بمناسبة الشتاء بقى اللي احنا فيه ده، هنعمل النهاردة مع بعض وصفة سريعة وهتدفينا ان شاء الله، ومش مكلفة خالص. هنعمل مع بعض النهاردة شعرية باللبن، حاجة كده تنفع للجو اللي احنا فيه ده. وكل اللي هنحتاجه مع بعض كيس من الشعرية او نص كيلو شعرية، وشوية لبن نص كيلو، زي ما تحبي الموجود عندك، مش اكتر من كده. تعالوا بقى نشوف الوصفة بتاعتنا نعملها ازاي. اول حاجة يا حبايب قلبي، المادة الدهنية يا ريت يكون سمنة بلدي، بتخلي طعم الوصفة تحفة. لو ما عندكيش خلاص ما فيش اي مشكلة. ممكن تحطي شوية زيت، زيت ذرة، زيت عباد الشمس، يكون يعني نوع زيت نضيف. وهنزل بالشعرية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وهحمرها ايدي فيها، مش هسيبها خالص، على نار متوسطة. هفضل اقلب فيها علشان تديني لون ذهبي حلو، ما تبقاش واحدة واحدة. لو واحدة واحدة هيبقى شكلها مش قد كده معاكي. هغلف كده الشعرية بتاعتي كلها بالمادة الدهنية. لازم ايدك ما تتشالش منها خالص. واحدة واحدة كده على نار متوسطة لحد ما تديكي اللون اللي انت عايزاه. دلوقتي حبايبي اهي ابتدت تاخد اللون زي ما انتوا شايفين كده. ايدك فيها ما تبطليش تقليب خالص، هي كده كده ما بتاخدش معاكي وقت. دلوقتي حبايبي اخدت اللون اللي احنا عايزينه، اللون الذهبي الجميل ده. كل واحدة شبه التانية، مش عايزاها واحدة واحدة. الخطوة اللي جاية دي بقى مهمة جدا. اوعي تسوي الشعرية في اللبن. لو سويتي الشعرية في اللبن هتشيط منك وهتلزق في الحلة. انا بنزل الاول بكوبايتين من المية اسوي فيهم الشعرية بتاعتي. ياريت تكون مية سخنة. بسويها خالص في المية. هنقلب كده مع بعض. هغطي الحلة بقى بتاعتي واخلي الشعرية تستوي. دلوقتي زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، الشعرية ما استوتش خالص، يعني لسه فيها شوية من المية. احليها بقى بشوية سكر، طبعا السكر حسب الرغبة. انا حطيت من 4 ل5 معالق سكر. ادوب بقى كده السكر بتاعي مع الشعرية علشان الشعرية تشرب بقية شوية المية بالسكر. هسيبها تاخد كمان غلوة وبعد كده هغرفها. دلوقتي حبايبي اهي الشعرية بتاعتي خلصت. طبعا شايفين لونها وجمالها، وشايفين مفلفلة ازاي. هاملة بقى الاطباق بتاعتي احلى تدفية في الشتاء. طبعا الشتاء احنا بنجوع بالليل كتير، بتقومي بقى تدوري على حاجات سخنة تعمليها، اشي سحلب، اشي شعرية باللبن، فشار. ودي بقى من الشعرية من الحاجات السهلة والسريعة ومش مكلفة خالص. عندك بقى شوية مكسرات ممكن تحطيها، ما عندكيش خلاص ما فيش اي مشكلة. انا بكتفي بشوية قرفة، بحب القرفة عليها، لكن ولادي مش بيحبوها. بحط كده اللبن بتاعي، لو عاوزة تزوديله شوية سكر، لو انت شايفة ان هي محتاجة سكر تاني ممكن تحطي في اللبن.
دلوقتي بقى هحط في طبق انا وجوزي شوية قرفة. طبعا لو مش بتحبي القرفة خلاص مش مشكلة، ما تحطيش قرفة، ممكن تحطي شوية مكسرات، ممكن تحطي جوز هند لو موجود، شوية زبيب، شوية فول سوداني. لو ما فيش خالص ما فيش اي مشكلة، الموجود بيسد. دلوقتي يا حبايب قلبي كده الوصفة بتاعتنا خلصت، ما خدتش وقت خالص، مكونات بسيطة جدا وفرحتي العيال. ويا رب الوصفة بتاعتي النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسونيش طبعا في اللايك بيرفع الفيديوهات معانا. لو لسه بتشوفونا لأول مرة ياريت تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة وتعملوا شير كتير علشان الوصفة بتاعتنا توصل لأكبر قدر. وأشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي إن شاء الله.